السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل معاكم سمان محشي بالرز والكبد والقوانص بتاعت السمان. هو جايلي بطنه مفتوحة ومتنضف، بس انا بزود تنظيفه وبنقعه كده في محلول مية وخل ودقيق وملح. انا بوريكم دلوقتي وانا بنضفه، ودي المية اللي انا نقعته فيها. والكبد والقنص قطعتهم. انا بشوح القنص الاول وبعد كده القلب وبعد كده الكبدة. انا كان عندي كذا واحدة حطيتهم عليهم عشان يبقوا كتير في الرز. بعد كده بحط الكبدة في الاخر وبديها تشويحة. بحط لها كمون، معلقة كمون ومعلقة فلفل والملح، وهحط عليهم الرز وبوطي عليه ونص سوي كده يعني او 3/4، وبحشي بيه السمان. وبقية الرز بكمل سوا عادي. يعني انا لما باجي احط السمان بطلع معلقتين رز بمعلقتين رز عشان الرز ما يتزفرش. ودي المية اللي انا هسلق فيها السمان. ده السمان اهو بعد ما نقعته وغسلته كويس. وده الرز ما طلعتوش كله زي ما قلت لكم، بطلع معلقتين بمعلقتين. انا بحشي كده إيه السمانة نفسها، وبعد كده بحشي الرقبة بتاعته. انا بشيل العظمة بتاعة الرقبة وبسيب الجلد ده علشان احشيها رز. ومش بقفلها بخلة ولا حاجة، انا بقفلها بالخيط عادي. بقطع الخيط كده وبغسله وبقفله من عند الرقبة وبقفله من عند الرجلين كده بالخيط علشان الرز ما يخرجش من وهي بتتسلق. اهو بقى ده شكلها، ده شكل السمان. هحطه دلوقتي في المية كده. لما غلت انا كنت حاطه فيها ورق لورا وحبهان ومستكة وحبة فلفل. احط كده السمان واسيبه يغلي في المية دي كده. شكله هو غلى. انا بعرف ان هو غلى لما تلاقي الجناح بدأ يتفتح شوية. وده حمرته اهو. ده شكل السمان، ده شكل الاكل اللي انا عملته يوميها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.